السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ انا ديجا وجدي ودي قناتي سهلة وبسيطة. النهاردة هنعمل طبق جديد من الفراخ البانيه بدل ما احنا بنقليها في الزيت كالمعتاد يعني. دي قطع فراخ بانيه عادية جدا، قطعتها كده بالطول، قطعة طويلة رفيعة زي ما انتوا شايفين. انا طبعا كنت متبلاه، لكن لو مش متبلاه عادي جدا هترش عليه رشة ملح ورشة فلفل وش وظهر كده عشان تبقى كل الايه القطع دي متبلة، متبقاش حتة او حتة لا. ونسيبها شوية وبعدين نبدأ نشتغل فيها عادي جدًا. هي بتبقى طبق لطيف ممكن نحطه في ساندوتشات الفينو أو عيش بلدي جنبه بطاطس محمرة أو شوربة، سلطة، يعني الحاجات دي بتبقى حلوة. بننزل بقى عليه كده. الأول بنحط شوية زيت صغيرين ونخلّي الفراخ تاخد صدمة، ما نقلّبهاش كتير عشان ما تسلُقش المَيّة بتاعتها وتبقى طعمها شبه الفراخ المسلوقة. وبعدين بنقلبها كويس جدًا، نحط ملح وفلفل لو مش حاطين، ونضيف حلقات البصل أو بصل، هو ده مش حلقات، ده كان متقطع جوليان. ونحط شوية برضه فلفل رومي على شوية طماطم، ممكن نستغنى عن الطماطم لو مش حابين إنها تبقى ميمية أوي يعني. ممكن برضه نحط فص توم وعصرة ليمونة، بتبقى جميلة جدًا في الأكل اللي هو الأيام اللي بتبقى حابين نعمل فيها أطباق سريعة وسهلة وجديدة كمان. جربوها هتعجبكم إن شاء الله.